الترجي الرياضي التونسي في درمان أمام الهلال السوداني، وهذه التداعيات أبرزها ما تحدثنا عنه قبل يومين من أن رئيس النادي قد يكون اعتدى على حكم مباراة الهلال والترجي ما بين الشوطين شوطي المباراة، وبالطبع سيتم استدعائه يوم الأحد للمثول أمام لجنة الانضباط. ولكن قبل ذلك هناك الكثير من الانتظارات في الشارع السوداني. المنتخب السوداني يستضيف في درمان غانا، وفي آماله الوصول إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الجابون وغينيا الاستوائية. كيف تبدو الحالة قبل هذه المباراة؟ هذا تقرير لمراسلنا هناك. مرت الكرة السودانية بفترات مختلفة، منها المفرح ومنها المحزن، لكن إذا كانت كرة القدم الإفريقية تسهو بما توصلت إليه حاليا من مستوى متقدم على الصعيد العالمي، فإن أحد البلدان التي يجب أن تدين لها بالفضل فهو السودان، فكان بين السباقين للعب كرة القدم في القارة السمراء، وكان صاحب فكرة تأسيس الاتحاد الإفريقي، كما انطلقت أول كأس للأمم الإفريقية من أرضه عام 57، وإن لم يكن المركز الثالث إنجازا في البطولة الأولى لقلة عدد الفرق، فإن مرتبة الوصيف التي أحرزها مرتين فيما بعد ثم الفوز بكأس الأمم الإفريقية في الخرطوم على حساب قانا عام 70 كانت إنجازات لها قيمتها. وبالإضافة للظهور الأولمبي في ميونخ بعد ذلك بعامين، ندرك لماذا يمكن القول عن الكرة في هذا البلد إنها كانت سباقة لإفريقيا. ولكن شمس الكرة السودانية قابت بعد ذلك على مدى ربع قرن، باستثناء بعض الومضات الخاطفة والتي أرجعها البعض لقيام الرياضة الجماهيرية، والتي أدت لهجرة معظم الرياضيين إلى دول الخليج، مما خلق فجوة فيما بعد لتواصل الأجيال. ولم تحقق الكرة السودانية بعدها طيلة عقدين من الزمان غير بعض طفرات كإحراز الهلال مرتبة الوصيف في كأس أبطال إفريقيا مرتين، وفوز المريخ بكأس أبطال الكؤوس الإفريقية مرة واحدة. ولكن فجأة بدأت تباشير صحوة جديدة للكرة السودانية توحي أن الفجر قريب، فوصل السودان إلى النهائيات الإفريقية قبل الماضية بقانا، ووصل الهلال إلى أكثر من مرة إلى المربع الذهبي على نطاق دوري أبطال إفريقيا للأندية بما فيها هذا الموسم، كما وصل المريخ إلى نهائي كأس الاتحاد الإفريقي في الفترة الماضية. فهنالك جهود تبذل سواء من قبل الدولة ومن قبل الأندية ومن قبل الاتحاد أو من قبل الجهد الأهلي، وكلها إن شاء الله بتصب في مصلحة التقدم. الآن أيضا برضو هنالك مشروعات كبيرة جدا جدا من خلال الاهتمام بالناشئين وبالشباب، بدأت خطط تصر، ونحن نتوقع إن شاء الله يعني هذه محاولات هي طبعا للعودة، لكن في مشروع كبير جدا جدا في أنه إن شاء الله خلال 10 سنوات القادمة أن السودان يعود ويتبوأ موقعه الطبيعي والطليعي في صدارة الدول الأفريقية بإذن الله تعالى. وفي الفترات الأخيرة قدم المنتخب الوطني مستويات راقية خاصة في التصفيات المؤهلة لغينيا والجابون، والتي يتصدر فيها حتى الآن المجموعة التاسعة مناصفة مع المنتخب الغاني، والذي وصل الخرطوم بكل ترسانته الهجومية استعدادا لمعركة لن تقبل القسمة على اثنين، سيكون مسرعها ملعب نادي الهلال بأمدرمان، حيث استعد أبناء الوطني محمد عبد الله مازدا جيدا لهذه المواجهة بمعسكر قصير بإثيوبيا تخللته تجربتين إعداديتين. لاعبين باحترام لغانا وليس خوفا من غانا، نحترم غانا، استعدينا باعتبار انه احنا نلعب ضد منتخب يضم نجوم اوروبا، وقاعدين في اعتبارنا انه برضه يعني احنا مباراتنا الاولى في داخل كوماسي استطعنا ان ننتزع نقطه من هناك. اما النجوم السوداء فتعول على عمالقه الكره الغانيه بقياده اساموا تشيان وعلي مونتاري، وتفقد نجم البلوز مايكل إسيان للإصابة والحارس كينغستون، ويقودهم الصربي غورا. الكرة الغانية ظلت حاضرة في المنافسات الكبرى على مستوى كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم، وبلا شك مباراة غانا والسودان من الأهمية بمكان، وجئنا لنكسب، فهو بلا شك امتحان للمنتخبين. وفي هذا الامتحان نتمنى أن يكرم منتخب صقور الجديان ولا يهان أمام البلاك ستارز. محمد إبراهيم، دبي الرياضية، الخرطوم.
طبعا أنظار السودانيين ستتجه لأم درمان في مباراة المنتخبين السوداني والغاني، والتي ستحدد المتأهل الأول وربما المتأهل من هذه المجموعة الثانية عن هذه المجموعة. تحول إليك طبعا وأنت هذا ميدانك سيد فوزي، كيف تنظر إلى حظوظ المنتخب السوداني؟ هل هو قادر على أن لا يفاجأ داخل أم درمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما ذكرت أستاذ خالد، الشارع السوداني يترغب هذه المباراة بشغف، خاصة أنه لقاءات غانا والسودان على مر التاريخ لقاءات ذات إثارة. إذا بدأنا من عام 1963 نعم كانت أول مواجهة، نعم، في كوماسي نهائي كأس أفريقيا غانا فازت 3-0. سنة 1970 نهائي في السودان فاز 1-0 وأحرز البطولة. وفي العهد الغريب المباراة الأولى كانت في كوماسي، استطاع السودان أن يتعادل مع غانا بكل نجومها العالميين، ثم عاد المنتخب الأولمبي وفاز على غانا 1-0 في كوماسي. ولكن ملاحظ أستاذ فوزي أن المواجهات ما بين غانا والسودان حينما تفوز غانا في مباراة الذهاب تفوز السودان في مباراة الإياب، حينما يفوز أو تكون مباراة متعادلة ذهابا في مثلا في أكرا أو في كوماسي تكون أيضا التعادل في أم درمان. هذه الندية متواجدة، لم يستفد منتخب من تقدم في مباراة الذهاب. دائما ما تكون هناك تعادل، يا إما من حيث فوز وفوز أو تعادل وتعادل. هل نخشى على السودان أن يتعادل في أم درمان؟ أنا أعتقد أنه لاعبي السودان كلهم حماس ورغبة لمجاراة النجوم العالميين، وللسودان سوابق كثيرة في ذلك. استفوق على منتخب الكاميرون بكل نجومه في لقاءات سابقة، أيضا على منتخب مالي، وكما ذكرت لك تعادل مع غانا في كوماسي. أنا أعتقد أن هذه المباراة أيضا من الجانب الغاني تجعل نجوم غانا متحفزين على أنه يكسروا هذا الحاجز. نحن مقبلون على مباراة مثيرة، مباراة فيها حافز كبير، الوصول إلى النهائيات مباشرة من خلال المقعد الأول. هناك تعادل من حيث النقاط 13 نقطة لكل منتخب، ولكن مدى تأثير خسارة الهلال في الأسبوع الماضي في عقر داري وفي أم درمان في نفس الملعب أمام الترجي، هل ستؤثر سلبا أم ربما ستكون حافز للاعبي المنتخب حتى ينسوا الجماهير ما حدث يوم السبت الماضي؟ أكيد خسارة الهلال والأحداث اللي ترتبت على الخسارة أكيد عندها تأثيرها السلبي على مباراة المنتخب. أبرز التأثيرات اللي حدثت شاهدناه في الاختيار اللي حصل لقائمة المنتخب بعد مباراة الهلال. المدرب مازدا حرص على استبعاد قائد المنتخب هيثم مصطفى والكابتن عمر بخيت من قائمة المنتخب لأسباب معنوية وأسباب نفسية. دي واحدة من التأثيرات. أكيد التأثيرات حتظهر بالنسبه للجمهور. هل تعتقد انه شعر بان هذه الحاله النفسيه للاعبين اللي ذكرتهما قد تؤثر سلبا على المنتخب وفضل الحفاظ على معنويات المجموعه المركزه على المباراه؟ بالضبط كده. بالاضافه الى ان اللاعبين اللذين يعتبران من العناصر الاساسيه للمنتخب لم يظهرا بمستوى مطمئن، سواء كان في مباراه الهلال والترجي الاخيره او المباريات التي سبقتها. طبعا الآن سنحاول الاتصال بمركز الأخبار والأخبار متواصلة معنا بالطبع، وأيضا تحاليل الأخبار والرؤية الأخرى وما وراء الأخبار من خلال التحليل. بالطبع الخبر كنا قد نقلناه قبل يومين من الآن في مباشر دبي حول اعتداء مزعوم لرئيس نادي الهلال السوداني على حكم مباراة الهلال السوداني والترجي التونسي ما بين الشوطين يوم السبت الماضي. ويبدو أن كان هناك تقرير، كان هناك نفي من إدارة الهلال، وكان معنا أحمد الكاروري أمين عام الاتحاد أو الهلال السوداني، ونفى ذلك نفيا قاطعا، وجاء أيضا نفي من خلال نادي الهلال. ولكن المؤكد الآن أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استدعى بشكل عاجل رئيس الهلال الأمين البرير للمثول أمام لجنة الانضباط يوم الأحد في جلسة استثنائية وفي حالة استعجالية يتم في أعقابها اتخاذ قرار نهائي وقرار يتخذ على وجه السرعة قبل مباراة العودة يوم السبت أو 16 من هذا الشهر في تونس العاصمة أمام الترجي. أتحول إليك الإعلامي ياسر قاسم، تابعت هذا الموضوع، ما هي حيثياته؟ كيف تعاطت الصحافة معه؟ وما مدى صحة هذا الخبر من عدمه؟ أكيد موضوع مؤسف وتصرف سيء، أقل وصف يمكن نطلق عليه. لكن في تقديري الأسوأ من التصرف
ما ترتب عليه بعد ذلك من تبعات. واقصد هنا البيان اللي اصدره نادي الهلال، واقصد هنا التجاهل الغريب للاتحاد السوداني لكرة القدم. حتى الآن لم يصدر منه حتى مجرد اعتذار. لا أجرم حاليا بهذا الحديث، لا أجرم فيه السيد رئيس نادي الهلال، لكن ما أقصده في بيان نادي الهلال إن البيان تطرق لنفس هذا البيان أمامي الآن، هو وصلني الآن وهناك بيان واضح، وأنا سجلت كثير من الملاحظات. البيان أستاذ خالد تطرق لنفي اعتداء لامين البرير، وتجاهل تماما إنه الحادثة وقعت في استاد الهلال، وقعت في ديار الهلال. كان يفترض الدفاع عن سوء الإشارة لسوء التصرف والاعتذار للحكم الجزائري، والعمل مع الاتحاد السوداني لمعرفة الجاني الحقيقي، بغض النظر إن كان هو رئيس النادي، حتى إن كان هو الشخص اللي سمعنا بأنه هو اللي اعتدى. كان يفترض من مجلس إدارة نادي الهلال هذا الشبيه يقال دوبلير، بما إن الشخص الشبيه الذي اعترف على نفسه هو عضو أيضا في نادي الهلال. ده هذه معلومة جديدة لم كنت أعرفها. عضو عامل في نادي الهلال. كان يفترض الدفاع عن الخلق الرياضي. ولكن سيد ياسر، إذا أنت قلت الاتحاد السوداني لكرة القدم لم يحرك ساكنا، ولكن الوزير رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اتخذ موقفا شجاعا وأمر بفتح تحقيق، وأنا أقرأ البيان الذي جاء، أمر بفتح تحقيق حول الأحداث التي عرفتها مباراة الهلال، وشكل لجنة تحقيق لإطلاعه حول الموضوع. أستاذ خالد، لولا السلبية التي تعامل بها الاتحاد السوداني لما اضطر السيد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لإصدار لجنة للتحقيق. هذه أول مرة أنا أسمع فيها وزير يتدخل في شؤون الكرة ويطلب تحقيق بدل أن يطلب الاتحاد. هذه القضية حدثت أمام عيني السيد رئيس الاتحاد العام السوداني لكرة القدم، الاعتداء لم يحدث. كيف حدث؟ هل كان هو أيضا في غرفة تغيير الملابس أو في الممر المؤدي إليها؟ هو كان قريب من الممر، لكن الشيء الجديد في الموضوع أن أحد موظفي الاتحاد العام تعرض إلى لكمة ثانية كان يفترض أن تقع على الحكم. هذا الموظف كان يفترض انه الاتحاد السوداني كان ضحيه، كان يفترض في الاتحاد السوداني استدعي هذا الموظف لمعرفه على الاقل الجاني والتعامل مع القضيه بشفافيه. انا اقصد تقصير الاتحاد السوداني هو اللي حيقود لازمه كبيره حاليا بمعنى ان السيد لامين البرير نفى عن نفسه الاعتداء، ومجلس إدارة نادي الهلال نفى الاعتداء. نحن أمام الاتحاد الأفريقي قدامنا تقرير حكم وتقرير مراقب المباراة بيشيروا لأنه السيد لامين البرير هو المعتدي، بالإضافة إلى أن هناك مهاتفات حدثت بين السيد رئيس الاتحاد العام والسيد رئيس الاتحاد الجزائري السيد محمد الراوي، لأن الحكم كان جزائري في تلك المباراة لتطويق الموقف، وتم تقديم رجاءات للسيد الراوي للتدخل حتى يستطيع الحكم استئناف المباراة. كل هذه التدخل للضغط على الحكم أو لإقناعه بسحب شكواه؟ لا، للتدخل لإقناع الحكم باستئناف المباراة. مسألة سحب شكوى الحكم غير، أي أن المكالمة تمت في فترة ما بين الشوطين. كان الحكم كان يقرر أن لا يستأنف المباراة. لا يستأنف المباراة، والمباراة تأخرت 20 دقيقة في وقت القانون بشير لضرورة الاكتفاء ب 15 دقيقة. نعم، هذا هو قانون الفيفا. وبالطبع حتى نعرف أيضا ردة الفعل الأخرى من الجانب الهلالي. معنا عبر الأقمار الصناعية من الخرطوم السيد أحمد الكاروري الأمين العام للهلال السوداني. أخ أحمد، مساء الخير. هل تسمعني أخ أحمد؟ ما في حاجه هناك كويس ما أصدق مش كده. طبعا حتى يتم ضبط الصوت ويتمكن سيد أحمد كاروري من الاستماع إلى صوتنا. أنا أعود فقط إلى بعض الأنباء التي وصلتني أيضا من خلال هذه الحادثة التي قد يكون وقف وراءها الأمير برير. يقال أن أمير برير في تلك المباراة كان مصحوبا بشقيقه معتز، ويبدو ابن خالته أيضا محمد المامون. وقيل أيضا بأن ربما قد لا يكون الشخصان
هم اللذان كان وراء الاعتداء. هناك من يقول بأن كان من رافق أحمد البرير هم اللذان اعتديا على حكم المباراة. هي الأستاذ خالد، المشكلة ليست في هل الأمين البرير اعتدى على الحكم أم لا. أو اعتدى، قد يكون محيط الرئيس. هي المشكلة الكبيرة الآن في الطريقة التي تم التعامل بها مع القضية. الطريقة بتشير لأنه فعلا هناك محاولات تلفيق القضية. إذا لاحظنا بمعنى تلفيق قضية لمن؟ إذا لاحظنا الشخص اللي اعترف على نفسه حدث الاعتراف بعد 48 ساعة. وإذا لاحظنا إنه رئيس الاتحاد العام اللي كان غريب جدا من الحادثة نعم. ومتواجد حتى الآن، نحن 5 أيام لم يتحدث عن الموضوع ولم يعلق عليه. نعم. السيد أمين خزينة الاتحاد العام أسامة المنان على علم كامل بالتفاصيل، لم يتحدث إطلاقا. هناك موظف للاتحاد العام. كيف نفسر هذا النفي؟ هذا النفي يبدو لي حينما أقرأ حتى أنه يبدأ بآية قرآنية من نادي الهلال يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وكأن هذا تلفيق لأحداث. ولكن كيف نفسر استدعاء رئيس الهلال السوداني إلى القاهرة إلى مقر الكاف للمثول أمام لجنة الانضباط؟ أنا أقبل هذا البيان إذا راعى في الأول الإشارة إلى إدانة الحادثة، وإذا عمد مجلس إدارة نادي الهلال إلى معرفة الجاني. إذا فعلا السيد رئيس النادي لم يكن هو، وحتى الآن أنا لا أستطيع أن أجزم إذا كان السيد رئيس نادي الهلال هو الجاني أم لا، لكن مجلس إدارة نادي الهلال إذا كان هو حريص على المسألة دي، أولا كان البحث عن الجاني الحقيقي. نعم. وتقديمه للرأي العام حتى يبرئ النادي أولا، لأن من الظلم أن يتم الزج باسم الهلال في هذه المتاهة. الزج باسم الهلال لإنغاس شخص على حساب وهذا الكيان. ما حرص عليه الوزير، قال لأن سمعة السودان هي الآن على المحك، ليس فقط الهلال يمثل دولة اسمها السودان. في تقديري لو المسألة تم إدارتها بشكل بسيط عقلاني وشكل عقلاني وحدث اعتزال من الجاني بغض النظر عن من هو، والإشارة للانفعال والتوتر اللي كان هو موجود فيه في تلك اللحظات، نعم. لتم تقدير الموقف. لكن المكابرة والإصرار على أن النفي الأخبار، وفي نفس الوقت لم يعمل نادي الهلال ولم يعمل الاتحاد السوداني باعتبارهم هم منطقة الاختصاص اللي حدثت فيها الحادثة. إذن سنحاول الاتصال من جديد بالخرطوم عبر الأقمار الصناعية مع أحمد كاروري أمين عام الهلال السوداني. سيد أحمد، هل تسمعني هذه المرة؟ أسمعك الآن. طب مساء الخير ونرحب بك، وكنت معنا عبر الهاتف قبل يومين وكنت قد نفيت لنا نفيا قاطعا أن يكون رئيس الهلال أمير برير قد اعتدى على حكم مباراة الهلال والترجي الحكم الجزائري. الآن في ضوء تقرير حكم تم توجيه استدعاء لرئيس النادي أمير برير للمثول أمام لجنة الانضباط يوم الأحد في القاهرة. ما هو تعليقكم؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. كما ذكرت لك من قبل، نحن لسنا بقضاة وإنما مجلس إدارة يعمل في إدارة نادي الهلال، ووفقا للمعطيات التي كانت أمامنا وبحضور رئيس النادي السيد الأمين البرير، وقد ذكر بنفسه أنه لم يعتدي على حكم المباراة ولم يره أي من الأشخاص الموجودين في داخل الاستاد يعتدي على حكم المباراة، وبالتالي أصدرنا بيان أن رئيس النادي لم يعتدي على حكم المباراة. نعم. طيب إذا رفع نعم، هذا شيء قلته لنا قبل يومين وتؤكده هذا المساء، ولكن هناك تقرير لحكم المباراة. هذا التقرير ذهب إلى الجهة الاختصاص، إلى الاتحاد الإفريقي. الاتحاد الإفريقي باشر مسطرة تأديبية، بمعنى أنه يبدأ بالتحقق من هذه الأحداث ويستدعي رئيس النادي. هل فعلا تلقى الأمير برير استدعاء من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهل هو توجه إلى القاهرة أم أنه سيتوجه يوم الأحد لمثول أمام اللجنة التي سيرأسها رايمون ريك من جنوب إفريقيا؟ هو حقيقة تلقى دعوة لحضور الاجتماع يوم الأحد. هل هي دعوة أو استدعاء؟ بالقاهرة. هل هي دعوة أو استدعاء؟ هي باللغة الإنجليزية invitation.
وليس كونفوكيشن. دعوة لحضور الاجتماع. نعم. نعم. وسيذهب إن شاء الله لحضور هذا الاجتماع. نعم. لم يتحرك بعد. نعم. في هذه الحالة أستاذ أحمد، في ظل النفي والذي صدر من خلال بالطبع البيان الذي أصدره نادي الهلال، هناك اعتداء أو اعتداء مزعوم. إذا كان الرئيس أحمد البرير أمير البرير لم يعتدي على حكم مباراة، من يكون قد اعتدى على حكم المباراة؟ ومن حاول الإساءة إلى سمعة الهلال السوداني؟ أنا أسأل هل هي حادثة الاعتداء ثابتة أم لا؟ أنا أعتقد أن حادثة الاعتداء لم تثبت حتى الآن بدليل تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق داخل السودان الآن عبر وزير الشباب والرياضة. نعم. وإن كان قد حدث كما ذكر في تقرير حكم المباراة حسب ما علمنا أن تم اعتداء بين شوطي المباراة، هذا كفيل بإلغاء الحكم للمباراة وعدم مواصلته فيها. فقد واصل الحكم في إدارته للمباراة ولم تظهر عليه أي آثار للاعتداء. نعم. إذن أنا أسأل سؤال بسيط، أين كان رئيس نادي الهلال؟ هل كان في المنصة الرئيسية في المقصورة الرئيسية؟ هل كان فعلا رفقة شقيقه معتز وابن خالته محمد المأمون، أم أنه كان مرفوقا بأشخاص آخرين؟ ثم هل أنا لا أعرف ملعب أم درمان، ولكن هل الممر المؤدي من الملعب من المستطيل الأخضر بعد نهاية الشوطين إلى غرفة تغيير الملابس هناك إمكانية للوصول إليه من خلال المقصورة الرئيسية أو المنصة الرئيسية؟ طيب، بالنسبة للجزء الأول، الأخ رئيس النادي كان متواجدا في المقصورة الرئيسية، وقبل ذلك نزل إلى أرض الملعب وقام بمصافحة اللاعبين برفقة وزير الشباب والرياضة. نعم. ثم أخذ مقعده في المقصورة الرئيسية. الجزء الثاني من السؤال حقيقة بين الشوطين عادة ما كل الحضور ينزل إلى لأداء صلاة العشاء في جماعة، وقد كان نزلنا نحن لأداء صلاة العشاء بين الشوطين ثم عدنا لمواصلة اللقاء. طب هل تزامنت فترة ما بين الشوطين مع رفع أذان العشاء أم أن كان هناك تأخير؟ أنا أقول في هذا الموضوع، إذا كان هذا الأمور أنتم تنفونها على مستوى نادي الهلال السوداني، كيف تعلقون على موقف وزير الشباب والرياضة السوداني الذي كلف لجنة تقصي حقائق وتوعد باتخاذ إجراءات وعقوبات في حال ثبوت الاعتداء المزعوم؟ هي حقيقة رشحت بعض المعلومات من خلال الصحف السيارة ومن خلال ما تتناقله وسائط الإعلام من الحكم طاقم التحكيم الجزائري أن هنالك اعتداء، فكان لابد من أن يكون وزير الشباب والرياضة بحكم مسؤوليته تجاه الرياضة في السودان لجنة تقصي حقائق حول الأمر. طب أنا سأتحول هنا في الاستوديو الإعلامي ياسر قاسم. طبعا أنت قلت بأن تأخرت فترة ما بين الشوطين أو انطلق الشوط الثاني بشكل متأخر ب20 دقيقة، علما بأن فيفا تقول 15 دقيقة. الأخ أحمد الكاروري يقول بأن تزامنت مع صلاة العشاء، ولكن هناك أنت قلت بأن كان هناك اتصالات هاتفية عاجلة ثاني الحكم عن قراره بعدم استئناف المباراة. نعم، أنا أحترم جدا حديث الدكتور أحمد الكاروري، لكن في نفس الوقت هناك وقائع بتخلينا نشك وبتخلينا نستغرب لموقف نادي الهلال، لموقف الاتحاد السوداني، إذا كان فعلا الحادثة هذه مختلقة وغير موجودة، وإذا كان لا يوجد جاني أصلا ولا توجد حادثة، لماذا يصمت الاتحاد السوداني والمسألة يتضرر منا السودان من ناحية سمعة ويتضرر منا نادي الهلال؟ لماذا يحدث كل هذا الصمت؟
هل يستطيع السيد الامين العام لنادي الهلال ان ينقذ الاتصالات الهاتفيه التي موجه اليك التي تمت بين الشوطين بين رئيس الاتحاد السوداني والجزائري؟ دعني انقل سؤال الاخ احمد الكاروري في الخرطوم. هل يمكن ان تنكر او تؤكد ان كان هناك اتصالات هاتفيه بين رئيس الاتحاد السوداني ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد راوراوا لإقناع الحكم باستئناف المباراة؟ كان يقرر إيقافها ورفع تقرير مباشرة إلى الكاف. حقيقة أنا لست مراقبا للأخ رئيس الاتحاد السوداني حتى أتابعه في كل خطواته وفي اتصالاته، سواء كان مع رئيس الاتحاد الجزائري أو مع غيره من الأشخاص. إذا هذه الحالة أخ أحمد أني أين كنت الآن؟ لم أره يتصل بي، ما سمعته يتصل بالأخ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. أنا أسألك، لم أسمع. أثناء فترة ما بين الشوطين أين كنت أنت؟ بحكم أنك أنت الرجل المحوري، أنت الذي تتابع بطاقات اللاعبين وتنظر إليهم وتتابع أيضا بعض الجوانب التنظيمية في النادي أثناء إقامة مباراة من مثل مباراة الهلال والترجي التونسي في نصف نهائي كأس الأبطال، هي خطوة أولى وعتبة أخيرة قبل الوصول إلى النهائي. أين كنت أنت بالتحديد في فترة ما بين الشوطين؟ هل كنت ملازما للرئيس أم كنت بعيدا عنه؟ تنظيم المباراة ليس مسؤوليتي، وإنما هو مسؤولية الاتحاد العام لكرة القدم عبر اللجنة تسمى اللجنة المنظمة بتواجد عدد من الفاعليات وعدد من الأشخاص يقومون بتنظيم هذه المباراة. هذا أولا. بالنسبة لتواجدي كنت جالسا في المقصورة الرئيسية، وبين الشوطين نزلنا إلى قاعة القاعة الموجودة التي تؤدى فيها صلاة العشاء. إذا أنت كنت ملازما، كان رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم متواجدا، وكان وزير الشباب الرياضة أيضا متواجدا في نفس القاعة. سأمتع أنا كما يقول جيرانكم الإخوان المصريين، سنبدأ خطوة بخطوة. أنتم ذهبتم للصلاة كمجموعة، كان رئيس الاتحاد موجود، كان رئيس النادي أمين بري موجود، وكنتم موجودين أيضا. انتهت الصلاة. لم يكن رئيس النادي موجودا. أين كان في هذه الحالة؟ كان مع الحكم؟ لا أدري، لم يكن موجودا. كان رئيس الاتحاد العام موجود، ووزير الشباب والرياضة موجود، ورئيس النادي خرج من الملعب لأنه مريض حقيقة حسب إفادة الأخ المسؤول المالي أو أمين المال في نادي الهلال. كان يجلس بالقرب مني وأفادني بأن الأخ رئيس النادي الآن هو أصابته وعكة صحية وهو في المستشفى، وقد خرجنا عقب نهاية المباراة إلى المستشفى ورأيناه طريح الفراش. ولكن الغريب أخ أحمد، اسمح لي على المقاطعة، أنت قلت لي أديتم الصلاة ثم عدتم وسألتم عن الرئيس، قال أنه أصيب بوعكة صحية طفيفة، ذهب على إثر المستشفى. وكانت هناك رواية تقول بأن بعض من رافقوه هم الذين اعتدوا على الحكم. كيف يمكن أن تنتظروا حتى نهاية المباراة لتطمئنوا على الحالة الصحية لرئيس النادي؟ ألا يوجد هاتف محمول في السودان؟ يوجد هواتف ويوجد أشخاص، وذهب بعض الأشخاص لزيارته في المستشفى من ضمنهم أمين المال، وتابعنا نحن بحكم مسؤوليتنا المباراة حتى نهايتها، وبعد أن انتهت المباراة ذهبنا للاطمئنان على صحته. نعم. ونفى قاطع أن يكون قد اعتدى على حكم المباراة. الاتحاد الأفريقي هو الذي سينظر في هذه القضية، ولكن أنت تعرف هناك حكم يدون تقرير يرسله إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ولكن في كل مباراة هناك مندوب من الاتحاد الأفريقي يحضر المباراة. ماذا قال هذا المندوب؟ هل كانت لكم اتصالات معه؟ هل نفى أم أكد تقرير حكم المباراة؟ لا، لم أسمع السؤال بوضوح. في كل مباراة في الاتحاد الأفريقي سواء كانت على مستوى المنتخبات أو مستوى الأندية، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوفد مندوبا عنه ليحضر المباراة ويدون ملاحظاته إذا كانت هناك ملاحظات ويرفع هذا التقرير. هل كان هناك مندوب الاتحاد الأفريقي؟ هل التقيتموه؟ هل كلمكم؟ هل نفى هذه الحادثة أم أنه أكدها؟ كان هنالك مراقب للمباراة وهو بصحبة الإخوة في الاتحاد العام وبصحبة اللجنة المنظمة، وهو لا يرفع تقريره إلينا نحن في إدارة نادي الهلال، وإنما يرفعه الاتحاد الافريقي. تفضل.
نعم، وهو يرفع تقرير للاتحاد الأفريقي. ماذا رفع وماذا كتب أنا لا أدري عن ذلك، ولكن حسب الإخطار الذي أخطرنا به بالأمس بأن هنالك دعوة لاجتماع في مقر الاتحاد الأفريقي يوم الأحد، وضرورة حضور رئيس النادي بالاسم، وإن شاء الله رئيس النادي سيذهب غدا إن شاء الله لحضور هذا الاجتماع. نعم طبعا الأخ أحمد، نحن بالنسبة لنا في نادي الهلال حتى هذه اللحظة رئيس النادي غير مدان إلى أن تأتي معلومات تثبت إدانة رئيس النادي. أنا معك في ذلك، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته. على أي حال أنا أسألك سؤال. أنت تنفون هذه القضية وهذا الاعتداء المزعوم. إذا كان حكم المباراة قد دون تقريرا في هذا الشأن، من له المصلحة في أن يورط نادي الهلال السوداني في هذه القضية وأنتم خسرتم المباراة؟ والله نادي الهلال السوداني نادي عريق ونادي كبير في افريقيا، وحقيقة هو أنا لا أقول أنه مستهدف، ولكن ربما كانت هنالك جهات. أنا لا أريد أن أتهم أي شخص أو أي جهة من الجهات بأنها قد قامت بفبركة هذه الحادثة، ولكن ننتظر قليلا. الآن هنالك لجنة مكونة داخل السودان إضافة إلى لجنة الاتحاد الأفريقي، سننظر ماذا تصدر من قرارات أو ما تتوصل إليه من الآن. حتى هذه اللحظة هو غير مدان، ونادي الهلال غير مدان، وشخص رئيسي حتى الآن بالنسبة لنا هو غير مدان إلى أن تصدر هذه التقارير، وحينها إن شاء الله سيكون لكل حدث حديث إن شاء الله. طبعا الأخ أمين البرير سيتوجه إلى القاهرة وهو لديه أيضا حجج ليثبت أنه غير متورط. ما هي حججكم إذا كانت حادثة الاعتداء مزعومة أو مفبركة؟ والله أنا لا أتهم أي جهة من الجهات. لا أقصد الاتهام، أنا أقول ربما آسف على مقاطعة الأخ أحمد. التحقيقات التي كونها الأخ الوزير الجهة، إن كانت هنالك جهة قد قامت بهذه الفبركة. طبعا نحن لا نقول أنا لا أتهم أي تتهمون جهات معينة أخ أحمد. أنا أقول سؤالي كان واضح. الأخ أمين البريري يتوجه إلى القاهرة، يتوجه بملف يحاول أن يدافع من خلاله عن نفسه. هناك اتهامات ربما أنتم تقولون هي اتهامات مزعومة لا أساس لها من الصحة. ما هي براهين وحجج الأمين البرير التي سيقدمها للاتحاد الإفريقي ولجنة الانضباط؟ هل هناك شهود؟ طيب الأخ هنالك شواهد كثيرة تؤخذ كقرائن بالنسبة لرئيس نادي الهلال. أول هذه القرائن عندما نزل حكم المباراة لإدارة المباراة في شوطها الثاني لم يلحظ عليه أي آثار لاعتداء أو إصابة. نعم. ثانيا لو حدثت هذه الاعتداءات أو الإصابة بين الشوطين كان من حقه أن ينهي هذه المباراة. يعني إصابة من رئيس نادي إلى حكم المباراة هي من حقوق حكم المباراة أن ينهي هذه المباراة. هذا كله لم يحدث، وهي قرائن أخذ بها أنا على صحة حديث الأخ رئيس النادي بأنه لم يعتدي على حكم المباراة. أستاذ أحمد بالطبع هناك سؤال لا يتعلق بهذا الموضوع، موضوع الاعتداء المزعوم، ولكن موضوع حسام وإبراهيم حسن. هناك أخبار تقول بأن الرئيس أمين البرير سيستغل وجوده في القاهرة للتفاوض مع التوأم، وأنتم قبل يومين نفيتم أن يكون هناك أي اتصال بين الطرفين. طيب أنا ما زلت أنفي أي اتصال بالتوأم للإشراف على تدريب نادي الهلال، وهذا باعتبار أن مجلس إدارة نادي الهلال قد اجتمع يوم الاثنين مساء واستجلب جهاز فني جديد من أبناء الهلال، الكابتن الفاتح النقر والكابتن أحمد آدم، وقد أمن على كفاءتهم وعلى مقدرتهم في إدارة الهلال في المرحلة القادمة. وبالتالي البحث الآن عن
مدرب جديد حقيقة لا شأن لمجلس الإدارة به، ولم يقرر مجلس الإدارة الآن البحث عن أي جهاز فني جديد. الاتحاد ربما يكون رئيس أمين البرير يتحرك بمفرده ويجري اتصالاته بشكل فردي قبل أن يطلع باقي أعضاء مجلس إدارة الهلال السوداني. الأستاذ أحمد الكاروري أمين عام الاتحاد الهلال السوداني لكرة القدم، شكرا جزيلا لك. نتحول الأخ ياسر للحديث عن هذه القضية أيضا، ومعنا المدرب فوزي تعايشة للحديث عن جانب أنا يهمني كثيرا، ولكن سنذهب إلى فاصل نعود بعده لملاقاتكم من جديد. ابقوا معنا. مجددا معنا سيداتي وسادتي في مباشر دبي هذا المساء، وقضية الاعتداء المزعوم الذي تعرض له الحكم الجزائري في مباراة الهلال السوداني والترجي الرياضي التونسي من قبل رئيس نادي الهلال الأمير بريرة، الذي سيمت اليوم الأحد أمام لجنة الانضباط داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم للحديث وتقديم تبريراته وحججه بأنه لم يعتدي على حكم المباراة. قبل أن نتحول إلى السودان من جديد، أخذ رأي المدرب فوزي تعايشة حول، أنا شخصيا أستغرب كثيرا من كثير من رؤساء الأندية في العالم العربي مع الأسف الشديد، بدل أن نراهم كما نرى الرؤساء في أندية عالمية أوروبية يكون في حجرة أو دعنا نقول في مقصورة رئيسية في منصة رئيسية، ينزل ويجلس إلى جانب اللاعبين في دكة الاحتياط، أحيانا يوجه المدرب يطلب من أن يغير فلان بدل فلان، أن يطالب بإشراك لاعب. هذا التدخل في الاختصاص كيف تنظر إلى أنت كمدرب؟ هو حقيقة يعني دي من الاشياء اللي بيتضايقوا منها المدربين خالص، تواجد اي مسؤول حتى ولو لم يتحدث او لو لم يصدر اوامر، حتى بالايحاء. نعم بالايحاء هو يتضايق من ذلك، ولكن نقول ان شاء الله مثل هذه الظواهر ستختفي بعد تطبيق الاحتراف في الانديه الافريقيه، وان شاء الله نحن موعودين بذلك في عام 2013. طبعا هناك فرق ما بين الاحتراف الاوروبي والاحتراف الافريقي، حتى في دول عربيه شاهدنا كثير من الحالات الشاذه كثيرا. تعليق اخير حول هذه القضيه قبل ان نتحول للحديث عن المنتخب السوداني. الشيء اللي عايز اثبته انه الاتحاد الافريقي النهايه ليس قسم شرطه، ليس محكمه عشان يتغصى وياخذ تحرياته. في النهايه اذا الاتحاد الافريقي ثبت له بانه هناك انكار وعدم وضوح سوف يتم معاقبه النادي. نعم. ومشكله كبيره، وربما يعاقب الاتحاد السوداني. مشكله كبيره اذا الناس ولكن الاتحاد السوداني لا دخل له في هذا الموضوع، الهلال السوداني هو المسؤول الاول عن هذه المباراه وعن تصرف رئيسه. المباراه تحت استضافه الاتحاد السوداني ورئيس الاتحاد السوداني واعضاء الاتحاد السوداني شاهدين على الحادثه. الغريب ان هذا التصرف كان اذا كان، حتى لا نقول اننا نحن لدينا نملك الحقيقه، اذا تم التأكد منه، كيف الهلال السوداني أن يقضي على بعض الآمال وهو مقبل على مباراة العودة، ونحن نعرف أن مباراة العودة ستقام في تونس في مدرجات فارغة، على اعتبار أن الترجي الرياضي التونسي أيضا معاقب من قبل الاتحاد الافريقي انه يلعب مباراه العوده امام الهلال بدون جمهور. نعم. التصرف زي ما ذكرت في الاول ليس بهذه الضخامه، لكن اللي ضخمه الان هو ما ترتب عليه، طبعا التبعات التي كانت خطيره جدا. نتحول الان الى